حظر تجوال في لوس انجلوس من 8 بالليل ل 6 الصبح. المدينه اتقفلت تماما، دوريات، طيارات، جنود، وكل ده بامر من عمده المدينه كارين باس، اول امراه سوداء تحكم لوس انجلوس، واللي وصفت اللي بيحصل بانه نقطه انفجار كبيره جدا. طب ليه؟ لان الشوارع مولعه، حملات ترحيل عنيفه ضد المهاجرين، اعتقالات بالجمله، الناس بتتسحب من بيوتها وسط عيالها واهلها واسرتها. النتيجه انفجار شعبي ونهب وتخريب. المدينه خرجت عن السيطره، اكتر من 300 معتقل، ولسه الحرس الوطني نزل بكل قوته، مدرعات، استعراض عسكري، تحذير للناس انهم ما يقربوش من وسط المدينه. الحاكم نيوسوم طلع يهاجم ترامب حاكم كاليفورنيا وقال ده تعدي على الديمقراطيه والحريه. الاحتجاجات بقت معركه على الحريه مش بس معركه الهجره، وده السؤال اللي بنحاول نجاوب عليه في الفيديوهات اللي جايه. هو ايه اللي بيحصل في امريكا؟ وممكن امريكا تروح على فين؟ بس في البدايه لو لسه مش مشترك في القناه، اضغط اللايك والشير وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.